صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير ومحققين كل حاجه حلوه يا رب. النهارده انا بصراحه مخنوقه ومتضايقه وحبيت ان انا اشارككم انا مخنوقه ليه ومتضايقه ليه، لاني بصراحه بقت حاجه مستفزه وبقت حاجه يعني ما بقدرش ان انا يعني اسمع حاجه زي كده واقدر اسكت، يعني بحس ان انا بتخنق اكتر. انا النهارده جايه اكلمكم عن موضوع الاء عبد العزيز. طبعا هو موضوع ترند والناس كلها عارفاه دلوقتي. وكمان في حاجة خدت بالي منها كويس قوي، ان كان في ناس كتير جدا ما تعرفش مين آلاء عبد العزيز المذيعة، واصبحوا يعرفوها. يعني بالتالي حتى اللي ما كانش يعرفها بقى يعرفها حاليا. ايه حكاية آلاء عبد العزيز؟ آلاء عبد العزيز دي مذيعة دينية، يعني مذيعة إسلامية. كانت بتطلع على برامج، وحوريكوا دلوقتي هي كانت ازاي. يعني هي كانت مذيعة عاملة ازاي، وكانت إنسانة يعني جميلة وما زالت إنسانة جميلة. هوريكوا دلوقتي لقطة عن آلاء عبد العزيز. حد يعرف يعني ايه بركة؟ من النعم اللي ربنا أنعم بيها علينا هي نعمة البركة. بنسمع عنها كتير ولكن مش كتير يعرف المعنى الدقيق ليها، بس خلوني أقربها لكم بمثال بسيط كده على قدي. كلكم عارفين انا مين. انا الاء عبد العزيز، المذيعه الدينيه، الداعيه الاسلاميه. اللي حصل ان انا فجاه نمت، صحيت، لقيت نفسي قلعت الطرحه، لقيت نفسي بنزل بالليل وانا مش عارفه حاجه. لقيت نفسي لقيت نفسي واحده تانية، مش فاكره حاجه، مش عارفه انا مين. انا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه اي حاجه. انا مش فاكره ان انا عندي بنت. انا بصحى. طبعا ناس كتير قوي مستنية تشوف ان انا بقى هجيب المقاطع اللي هي مشهورة ليها جدا على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى المواقع التواصل الاجتماعي عامة. وهظهر بقى هي بقت بتتكلم ازاي وتحولت ازاي لإنسانة من متدينة إلى إنسانة بشعرها لبس اوفر، حاجات كتير قوي مع اختلاف يعني وجهات النظر. لكن انا ما اقدرش اعمل ده خالص، ما اقدرش، لان هي دي اكتر حاجه مضايقاني اصلا في بدايه الحوار او في حوار المنتشر بتاع آلاء عبد العزيز. ما اقدرش ان انا يعني استغل انسانه انا متاكده ان هي مريضه. مع حتى لو انتوا اختلفتوا معايا فهي انسانه مريضه. في ناس هتطلع تقول لي هي ولا مريضه ولا حاجه، هي واعيه كويس بتعمل ايه، او بتعمل دعايه. ده حتى في مقاطع بتعمل فيها دعايه عن مطعم. طب انا هقول حاجه، نفترض ان هي فعلا طلعت تعمل ترند او طلعت تتشهر. لو هي فعلا طلعت تتشهر، مع اني انا شايفه ان ما تستحقش، هي كانت انسانه مشهوره اصلا. اوكي ما كانتش مشهوره بالشهره بتاعت دلوقتي، لكن كانت مشهوره وكانت داعيه اسلاميه، يعني حاجه محترمه جدا، يعني حاجه كده ليها وقار يعني. آه، هي لو فعلا طلعت تعمل ترند، فبالعقل كده هنا في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه يا جماعه. هي فعلا مريضه، يعني حتى لو هي طالعه تعمل ترند ففي حاجه مش مظبوطه. وبعدين عندها بنت، يعني البنت دي اكيد اي ام في الدنيا بتفكر في البنت دي مستقبلها هيبقى ازاي، حياتها هتبقى ازاي. محدش يجي يقول لي لا ما بيحصلش الكلام ده. انا اسفه على الدوشه اللي حواليا، بس انا يعني حبيت ان انا اتكلم في دور اني فعلا بجد متضايقه. انا غيرت المكان علشان بس الدوشه اللي كانت حواليا، اعذروني. نرجع تاني للكلام. انا دلوقتي بتكلم في كلمه، انا بقول ما انا متضايقه ليه. متضايقه لان فعلا احنا بقينا اوفر. يعني ليه؟ انا مش فاهمه ايه بنستفيد ايه او ايه اللي جاي علينا ان احنا يعني نشوه سمعه حد. او ليه ما بنحاولش نتستر؟ ليه دايما ما بنحاولش نلم المواضيع؟ ليه دايما بنميل اكتر لده؟ بس على فكره انا يعني عارفه ان مفيش فايده، وعارفه ان هنفضل كده، وعارفه ان في طبقه من الناس بتساعد ده اكتر. فانا مش هتكلم بصراحه في النقطه دي خالص. انا هتكلم عن موضوع آلاء عبد العزيز، ارحموها. نتكلم بحته العاطفه شويه، ارحموها. لاني انا متاكده ان في حاجه غلط، في حاجه غلط في عقلها. قلت لكم زي ما هي بتسعى للترند، لو انتوا شايفين ان هي بتسعى للترند فبرضه ده مرض، ده في حد ذاته مرض. ده مش حد طبيعي، ده اسمه مرض شهرة. ده اذا كانت فعلا يعني بتسعى على الترند. لكن انا حاسه
من يعني وانا يعني انا دايما بصدق احساسي. انا حاسه ان هي يعني عقلانيا مش مظبوطه، مش متزنه، في حاجه غلط. ما هو برضو مش طريقه كلام عادي انسانه عاديه ابدا ابدا. يا بالعكس، انا بتفرج وانا زعلانه، يعني انا حاسه ان الموضوع من وجع لي قلبي، في حاجه غلط. انتوا ليه مستهونين بالمرض النفسي؟ ليه بجد مستهونين بالمرض النفسي؟ ليه بيهون عليكم حته ان انسان يبقى تعبان فعلا؟ بتقولوا لا 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 مفيش الكلام ده، انسان ضعيف. لا، هو انسان مش ضعيف. احنا كلنا بنمر بضغوطات وبنمر بحاجات صعبة قوي في حياتنا، محدش يعلم بيها غير نفسكم. يعني كلنا بنبقى عارفين هي وجعانا ازاي، بس بقى في تراكمات بتقعد تتكون يعني حوالينا بسبب الحياة. في حد يقدر يستحمل، وفي حد ما بقاش عنده طاقة، ما بقاش قادر يكمل، ما بقاش قادر يستنى. بتبقى خلاص حياته وقفت هنا، وقفت، مش عايزة، مش بيبقى الانسان مش قادر ياخد خطوة تاني. بيبقى محتاج بقى دعم، بيبقى محتاج دعم نفسي من الناس اللي حوالينا، من الناس القريبة مننا. بيبقى محتاج دكتور يساعدنا ان احنا نقدر نتخطى، وده شيء طبيعي جدا. ف يا جماعة صدقوني الموضوع صعب. انا شايفة آلاء مش انسانة طبيعية خالص، سوري يا جماعة، بجد انسانة مش طبيعية خالص. يعني بصوا في عينها كويس قوي، تعبانة. يعني حتى لو هي مش تعبانة وانتوا بتقولوا ده ترند، ما قلت لكم مليون مرة، ما حتى لو هي بتجري ورا ده فبرضه في حاجة غلط، في حاجة غلط، حاجة وصلتها ان هي تدور على الترند. بس دي انا استبعدها. احنا بقى عادي بقينا نظلم، الظلم بقى عادي عندنا. يعني لحد امتى؟ انا ذات نفسي بقيت خايفة، مرعوبة من الدنيا. انا بقيت مرعوبة من الدنيا، انا ذات نفسي بقيت مرعوبة من الدنيا. بقيت حاسة ان بقى في كده نوعية من الناس صعبة قوي، مش فارق معاها ان انا لو اتكلمت او شهرت بحد ممكن ده يحصل ايه فيا اكتر. مثلا من لو انا تعبانة نفسيا انا هتعب اكتر، يعني انا هسوق اكتر. ليه بقينا كده؟ ليه بقينا كده؟ ولا دين اسلام ولا دين مسيحي ولا اي جميع اديان بتقول كده. مفيش حاجة اسمها نستر على بعض، مفيش حاجة اسمها انسان وقع في مشكلة فنقدر ان احنا نقف جنبه او نساعده، او ما نتكلمش خالص، او اصلا ما نقولش ولا خير ولا الشر، نسكت اصلا. ليه يا جماعة وصلنا للمرحلة دي؟ ليه بجد الحياة بقت كده؟ ليه يعني انا مش ضد السوشيال ميديا ولا ضد اي حاجة، بس فعلا احيانا ساعات بكرهها، ساعات بخاف منها، ساعات بتخض منها. ليه؟ على قد ما هي ليها مميزات وعلى قد ما هي ليها حاجات، على قد ما بقى فيها حاجات احنا بنستخدمها. مش هقول كلنا لاني اكيد انا متأكدة ان في ناس كتير قوي، ناس قلوبها طيبة وصافية ونيتها خير وعلى نياتكم ترزقون. يعني دايما الناس بتترزق كده بنيتهم. ليه ما بنستعملش كل حاجة في كل حاجة كويسة؟ ليه؟ المهم انا مش عايزة ادخل نفسي في حياة كتير تاني، لكن يعني انا بتمنى من قلبي بجد اني كل حد بيتكلم عن آلاء عبد العزيز سيبوها يا جماعة، ارحموها بقى، ارحموها، يعني ارحموها. وهي ان شاء الله في ناس كتير هتساعدها، وكل حاجة بتبان اذا كانت بتعمل ده للشهرة او بتعمل ده لان هي فعلا تعبانة. وانا من وجهة نظري ان حتى لو ترند فهي فعلا في حاجة برضو مش مظبوطة. فيا ريت يا ريت نسيبها في حالها بقى، نسيبها في حالها بجد. كمان في ناس هي اعترفت وقالت ان انا عندي انفصام شخصية. مبدئيا انا معلوماتي عن المرض انفصام الشخصية اني ما بيبقاش عارف الشخص في الحالة دي، ما بيبقاش عارف هو اين شخصية فيهم. هي عارفة، هي بتقول انا كذا وانا كذا، هي عارفة. فانا ما اعتقدش ان ده انفصام شخصية تماما. حتى كل الدكاترة بيأكدوا ان انفصام الشخصية الشخص ما بيبقاش واعي خالص ان هو بالشخصية الاخرى اللي بتظهر عليه. لكن انا شايفة من وجهة نظري ان هي مش انفصام شخصية. الطب النفسي فيه حاجات كتير جدا وفيه امراض كتير جدا. هو في مرض هي مش عارفة تشخصه ولا هي هتشخصه. يعني دي بقى بتبقى مسؤوليات دكاترة، ودكاترة كبيرة هي اللي بتقدر تحدد ده، سواء كده او كده الدكاترة اللي هتحدد. فانا متأكدة ان هو مش انفصام، لا نهائي. لكن هو مرض،
وممكن يكون مرض، كره شخصية بقى أو كره نفس، حاجات كتير. أنا مش دكتورة، حاجات كتير جدا، ولكن هي مريضة. حتى لو هي واعية وبتسعى للترند فهي مريضة، وأنا أستبعد ده برضو، ولكن في تلك الحالتين مريضة. واحنا بقى نداري بقى، نلم الموضوع. يا ريت يا ريت يا ريت يا رب، يعني ندعي لها. انا يا رب يا الاء، ربنا يكرمك ويهديكي ويصلح حالك ويعافيكي ويديكي كل خير الدنيا علشان بنتك وعلشان اهلك اللي بيحبوك، لان في ناس كتير قوي بيحبوها. يا ريت يا جماعه ندعي لما نشوف حد قدامنا سواء على الغلط او على الصح. يا ريت ندعي، يا ريت ندعي دايما ان الدنيا تبقى تمام وان كل حاجه تبقى مظبوطه. يا ريت ندعي بظهر الغيب علشان الدنيا يبقى فيها خير، الدنيا تقل خيرها. الخير بقى قليل قوي قوي، بننزل الخير بيقل مننا خالص. فكفايه، عايزين نحب الخير لبعض بقى، عايزين نستر على بعض، عايزين في الصح وفي الوحش نداري على بعض بس. يعني وكفايه استغلال سوشيال ميديا، كفايه استغلال مرض، كفايه استغلال موت، كفايه استغلال انتحار، كفايه استغلال حاجات كتير قوي. يعني برضو في ناس كتير قوي بتنتحر، بنستغل حتى دي، بننزل ونعمل استغلال كمان في الانتحار، واستغلال كمان في الجرايم، واستغلال. طب الجرايم اوكي، ماشي مفيش مشكله، يعني كل واحد بيروح يشوف الجريمه اللي هو عايز يشوفها. في ناس تقول لا ما اقدرش اشوف جريمه بشعه زي الجريمه اللي حصلت من كام يوم في الصعيد، واحد قطع دماغ حد وحاجات. مش عارفه، مش عارفه احنا يعني. طب دي اخبار ممكن الناس تحدد انا اشوفها او ما اشوفهاش، لكن حته الانتحار ليه بقى؟ يعني برضو من فتره كان في شباب كتير قوي انتحرت بسبب التنمر او حاجات تانية، برضو بسبب سوء تعامل البشر مع بعض. يا جماعة عايزين نبقى احنا كويسين، ولو في كل ام ولو في كل اب يربوا عيالهم كويس قوي، يربوهم ان يبقى في كده تعامل كويس، ان دايما الناس لما بتستر بعض دي بتبقى حاجة عند ربنا كبيرة جدا. عايزين شوية حاجات كده ترجع، راحت تاهت مننا قوي قوي زمان. يعني تخيلوا لما نتكلم عن شخص انتحر، اهله دول ممكن يفضلوا يعانوا قد ايه على مدار السنين عشان خاطر الموضوع انتشر على السوشيال ميديا. كفايه يا جماعه، كفايه يا جماعه، كفايه. محتاجين نراجع نفسنا في حاجات كتير قوي، لان احنا يعني بنغلط بس لازم نتعلم. كفايه بقى، عايزين نبقى كويسين قوي. وكفايه استغلال السوشيال ميديا. انا بكلم طبقه معينه هي عارفه نفسها كويس قوي قوي. كفايه استغلال السوشيال ميديا وكفايه لعب بمشاعر الناس. ومش هطول بقى اكتر من كده عليكم. ده كان وجهة نظري، وكنت فعلا هتجنن لو ما كنتش طلعت اتكلمت في الموضوع، لاني الاء عبد العزيز بقت عنوان يعني مش عايز ينتهي. يعني انا كل يوم اقول خلاص هينتهي، الاقي برضه بيزيد تاني، الكلام بيزيد تاني، الكلام بيزيد تاني. كفايه. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، ويسترنا ويحفظنا، ويبعد عننا القلوب الوحشة والناس المؤذية والناس اللي بتستغلنا دايما، ويقرب مننا القلوب الطيبة يا رب. و يعني نحاول نهون على الدنيا على بعض، علشان خلاص يعني الأيام اللي جاية بقت صعبة والحياة بقت صعبة، فبقينا محتاجين نهون على بعض. عايزين نرجع كده، يعني نرجع كده شوية أمان. عايزين نرجع الأمان والثقة، لأن هي كده كده أصلا الحياة دمرت حاجات كتير قوي. واحدة واحدة يا جماعة، واحدة واحدة. وربنا يهدي الجميع، ويهدي اي حد ما بيفكرش في اي حاجه قبل ما ينزلها على السوشيال ميديا تحديدا. فكروا كويس قوي، بالذات الناس اللي هي منبهره بالسوشيال ميديا. فكروا كويس قوي قبل ما تنزلوا اي حاجه، لان ممكن لحظه شيطان تخليكم تندموا بعد كده، لان الدنيا بتدور والدنيا دواره قوي. وخلوا بالكم الحياه ماشيه سلف ودين. بس كده، ربنا يحفظنا جميعا يا رب. اشوفكم بقى على خير. انا اسفه اني اتكلمت في حاجه مش بتدي طاقة إيجابية، ولكن حبيت أشارككم فعلا علشان نقدر إن احنا يعني كل حد يقدر يطلع يتكلم ويوجه رسالة، يمكن تغير حاجات كتير قوي. أشوفكم على خير بقى. باي باي.